يا مساء الفل، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه، جالي الهام كده، حبيت اشاركه معاكم. وهو احنا ليه مش بنعرف نسامح؟ مش بنعرف نغفر؟ ليه لما بيكون في حد مزعلنا او في حد مضايقنا بيبقى الموضوع صعب وتقيل، وممكن ياخد سنين واحنا زعلانين منه؟ في الحقيقة انه انا مش هقولك انك ما تزعلش من الناس، ومش هقولك انه الناس مش بتعمل آه، تصرفات تضايق، ولكن خليني اقولك انه لو في حد عمل تصرف والتصرف ده ضايقك وانت مش قادر ان انت تسامحه او مش قادر ان انت تغفر له، فالمغفرة مش هتيجي من خلال الشخص ده خالص، ومش من خلال ان انت تركز على اللي هو عمله او عليه هو اصلا، او على انك تحاول انك تصلح ما بينك وما بينه او تصلح العلاقة بينكم وبين بعض. ولكن الموضوع هيجي لما تكتشف انه في الاصل في حاجة انت كنت زعلان من نفسك فيها و... وانت مش دريان. حاجة انت شايف ان هي عيب، شايف ان هي ما تنفعش، شايف ان هي موقفاك. ممكن تكون الحاجة دي صفة انت شايف ان هي سلبية، ممكن تكون مشاعر معينة، حتى لو المشاعر دي في العموم هي حاجة حلوة، ولكن ممكن بالنسبة لك انت خايف منها، اه، اتجرحت بسببها، اتعرضت للرفض من خلالها. النقطة دي دايما بتبقى ورا اي زعل بينك وبين اي حد انت مش قادر تتخطاه. ولو انت قدرت ان انت تتخطى النقطة دي مع نفسك وبينك وبين نفسك، من غير اي تركيز على الاشخاص ومن غير اي تركيز على افعالهم وعلى اللي حصل، هتلاقي ان قلبك بدأ يصفى، وانك بدأت تنفتح على ان انت تتعامل مع الشخص ده من غير اي تعقيد او تفكير كتير او حدود ل... لازاي شكل العلاقة هيكون. فلو انت في حد في حياتك انت زعلان منه، والزعل ده مش عايز يروح، وما انتش عارف تتخطاه، ما انتش عارف تسامح، انسى الشخص خالص، وانسى الفعل، وانسى علاقتك بالشخص ده، وركز ايه النقطة اللي انت فعلا عندك مشكلة فيها اصلا مع نفسك. آه، لو ركزت على الجزئية دي بس، صدقني من غير اي محاولة هتلاقي قلبك ارتاح وهدي وصفي اتجاه الشخص اللي, اللي انت زعلان منه. ولو انت عايز تصلح بين اتنين، ما تركزش على الصلح ذات نفسه، ي- ما تتبناش دور ان انت توصل وجهات النظر او تقرب وجهات النظر، على قد ما تخلي كل واحد فيهم يرجع لنفسه، او
تلهمه ان هو يسامح نفسه على حاجات هو شايف ان هي بتسيء ليه، هو شايف ان هي بتجرحه. لان لو ده حصل الصلح هيحصل ما بينهم بمنتهى البساطة. آه، عايز اقولك ان انا قعدت سنين من حياتي بحاول ان انا اصلح بين طرفين و... وأقرب وجهات النظر، وفي الآخر ما حصلش أي صلح. وكنت أنا يعني طاقتي كلها استهلكتها ومفيش أي نتيجة. في الآخر لما نسيت الموضوع خالص بدأ ربنا يديني إلهامات وبصائر إن كل واحد فيهم عنده صفة، عنده نقطة جواه، عنده مكان جواه هو شايف ان هو مسبب له ازمة، مسبب له مشكلة، مسبب له جرح، مش قادر ان هو يسامح نفسه فيه، مش قادر ان هو يقبل نفسه فيه. آه، ولو الجزء ده اتصلح وحصل صلح بين الشخص وبين نفسه، العلاقات اصلا هترجع لوحدها من غير اي جهد. آه، بس هو ده الالهام اللي جالي وحبيت اصوره لكم من الحديقة. انا في حديقة الحرية في الاوبرا. آه، فحبيت استغل الوقت اللي احنا فيه ده والمكان اللي انا فيه واكلمكم عن الالهام اللي جالي ده. لو عايزين تستفسروا عن اي سؤال في الموضوع ده او في موضوع تاني، لو عايزيني اتكلم في موضوع معين، اكتبولي في الكومنتات، ابعتولي على الرسائل على الفيسبوك. آه، ان شاء الله ارد عليكم. اشوفكم على خير. باي باي.